السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنعرف خلالها أهم الأدوية الآمنة خلال فترة الحمل، وكمان هنعرف إيه هي الأدوية الممنوعة تماما خلال فترة الحمل. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا، تدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. بس قبل ما نبدأ لازم نعرف الأول إيه هي الكاتيجوريز بتاعة الحمل، أو إحنا بنقسم الأدوية دي إزاي. إحنا بنقسم الأدوية لخمس مجموعات أساسية. أول واحدة وهي الكاتيجوري A، ودي بتكون سيف أو آمنة خلال الحمل، سواء لما اتجربت على الانيمالز وما حصلش منها مشاكل لما الهيومن اخدها. زي ايه مثلا؟ زي اقراص الحديد والسيروكسين. تاني كاتيجوري وهو الكاتيجوري بي، ودي كانت سيف او امنه لما اتجربت على الانيمالز، لكن لم يتاكد من سلامتها على الانسان نظرا لعدم توفر دراسات اكلينيكيه عليها. زي ايه مثلا؟ زي ماده الاموكسيسيلين اللي بتكون موجوده في الاوجمانتين اقراص، وشراب اللاكتيلوز، وماده الاوندانسترون اللي بتكون موجوده في عون الزفران. تالت كاتيجوري وهو الكاتيجوري سي، ودي كانت خطر لما اتجربت على الحيوانات وأثبتت ضررها عليهم، لكن لم يتأكد من سلامتها على الإنسان نظرا لعدم توفر دراسات إكلينيكية عليها. زي إيه مثلا؟ زي مادة السيبروفلوكساسين اللي بتكون موجودة في السيبروباي أراس، ومادة الديكساميثازون اللي بتكون موجودة في حقن الدكسا. رابع كاتيجوري وهو الكاتيجوري دي، ودي بتوجد أدلة إيجابية على وجود خطر محتمل على الجنين، لكن ممكن تستخدم لو في مصلحة الأم، واللي بيحدد ده دكتور النساء. زي إيه مثلا؟ زي مادة الكابتوبريل اللي بتكون موجودة في الكابوتين، ومادة الكولشيسين اللي بتكون موجودة في أقراص الكولشيسين. آخر كاتيجوري وهو الكاتيجوري إكس، ودي طبعا ممنوع منعا باتا وصفها للحوامل، لأنها أثبتت تأثيرها المشوه للجنين في الدراسات اللي اتعملت عليها. زي مثلا أقراص النيتلوك، ومادة الوارفرين اللي بتكون موجودة في الماريفان أقراص، والجرعات العالية من فيتامين A. وفي ملاحظات حابب أنوه عنها قبل ما نروح للأدوية. أول حاجة إنك تتجنب وصف الأدوية في أول 3 شهور من الحمل في الفيرست ترايمستر. تاني حاجة إحنا بندي الأدوية اللي بتكون فوائدها أعلى من أضرارها. تالت حاجة في الحمل بنفضل ندي الأدوية اللي بتشتغل لوكال قدر الإمكان قبل ما نوصف الأدوية اللي بتشتغل سيستميك. وآخر حاجة لما نوصف الأدوية للحوامل نديها أقل جرعة فعالة من الدواء. ويلا بينا بقى نروح على الأدوية. هنبتدي أول حاجة بالأدوية المسكنة خلال فترة الحمل، وأكتر مادة آمنة هي مادة البارستامول، ودي بتكون آمنة خلال الحمل بصورة كبيرة، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي البنادول والسيتال والأبيمول والأدول، وجرعتها في المتوسط بتكون من قرص إلى قرصين كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. تاني مادة تنفع وهي مادة الإيبوبروفين، بس دي بتكون كاتيجوري بي، ونقدر نستخدمها خلال السكند ترايمستر أو الثلاث شهور التانية من الحمل، بس يفضل نخلينا مع البارستامول أحسن وأأمن. والمادة دي هنلاقيها موجودة في أصناف زي البروفين والفلاموتال. تاني حاجة وهي أدوية الكحة الآمنة خلال فترة الحمل، ودي على حسب نوع الكحة اللي عندها. يعني مثلا لو عندها كحة ناشفة فبتاخد الأدوية اللي بتحتوي على هيربال برودكتس أو أعشاب، زي مثلا الجوافة شراب والبنتا ماكس شراب. بس المهم إن الهيربال برودكت ما يكونش معاه كحول، ودول بيستخدموا معلقة كل 8 ساعات يوميا. أما بالنسبة للكحة اللي ببلغم فبيستخدموا مادة البرومهكسين، بس طبعا يكون في صورة أقراص مش شراب، زي البيسولفون والسولفين أقراص. والسبب إن الشراب بيحتوي على الكحول، والجرعة بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا. تالت حاجة معانا وهي أدوية الحساسية الآمنة خلال فترة الحمل. بالنسبة للفيرست جنريشن أنتي هيستامينيك أو الجيل الأول فعندنا مادة الدايميثيندين ماليت، ودي بتكون موجودة في كبسولات الفينستيل اس ار. أما بالنسبة للسكند جنريشن أو الجيل التاني ففي مادة الستروزين، ودي بتكون موجودة في الزيرتك والهيستازين أقراص. وفي كمان مادة اللوراتيدين، ودي بتكون موجودة في الكلاريتين أقراص واللورانو أقراص. وآخر مادة وهي الليفوستروزين، ودي بتكون موجودة في الليفوهستام والليفست، ودول جرعتهم بتكون قرص يوميا قبل النوم. نروح بقى لأدوية الحموضة الآمنة خلال فترة الحمل. طبعا أفضل حاجة هي الأنتاسيدز لأنها بتشتغل لوكال، زي مثلا شراب الميوكوجيل وشراب الملوكس، وتقدر تستخدمهم معلقة كبيرة كل 8 ساعات يوميا.
وبرضه نقدر نديها مادة الساكرالفيت واللي بتكون موجودة في الجاستروفيت أقراص. وكمان ممكن نديها حاجة من ضمن عيلة ال H2 بلوكرز زي مثلا مادة الفاموتيدين واللي بتكون موجودة في الأنتودين أقراص والألستيك. بس طبعا زي ما قلنا في الأول إن الحاجات اللوكال بتكون أفضل من السيستميك، نخلينا في الأنتاسيد أحسن وآمن. نروح بقى لأدوية الإسهال الآمنة في الحمل. أول مادة وهي مادة النيفروكسازايد، ودي بتكون موجودة في الأنتينال كبسول والدايكس كبسول، ودول جرعتهم بتكون قرص كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. تاني مادة وهي مادة اللوبراميد، بس خد بالك إنها بتكون كاتيجوري سي ويفضل دكتور النساء هو اللي يوصفها، ودي بتكون موجودة في الإيموديوم والإستوبريا. تالت مادة وهي مادة الكولين معاها مادة البكتين، دول بيكونوا موجودين في الكابكت شراب والبيكتوكال شراب، وجرعتهم بتكون معلقة كل 8 ساعات يوميا. وخد بالك إن مادة المترونيدازول واللي بتكون موجودة في الأمريزول أقراص والفلاجيل أقراص بتكون آمنة برضه وبتشتغل كمطهر معوي. نروح بقى لأدوية الإمساك الآمنة خلال فترة الحمل. طبعا أأمن وأفضل حاجة هي مادة اللاكتيولوز، ودي هنلاقيها موجودة في اللاكتيولوز شراب والدوفلاك شراب واللاكسولاك شراب، ودول جرعتهم بتكون معلقة كبيرة من مرتين يوميا إلى 3 مرات يوميا. خلينا بقى ننتقل لأدوية الترجيع والغثيان الآمنة خلال فترة الحمل. أول مادة وهي الميكليزين، ودي بتكون موجودة في النافوبروكسين أقراص والميكلودوكسين والإيزادوكسين. تاني مادة وهي السايكليزين، ودي بتكون موجودة في الإميتريكس أقراص. تالت مادة وهي الدوكسيلامين ساكسينيت، ودي بتكون موجودة في الفوميبريك أقراص والمورنيكاك. أما بقى لو هتاخد حقن فالأفضل هو مادة الأوندانسترون، ودي بتكون موجودة في الزفران حقن والدانست حقن والإميريست حقن. نروح بقى للمضادات الحيوية الآمنة خلال فترة الحمل. أول عيلة معانا وهي عيلة البنسلينز كاملة، ودي بتكون آمنة خلال فترة الحمل، واللي من ضمنها مادة الأموكسيسيلين واللي بتكون موجودة في الأوجمانتين أقراص والهيبيوتيك أقراص والكيورام أقراص. تاني حاجة وهي عيلة السيفالوسبورنز، ودي برضه بتكون آمنة خلال فترة الحمل، واللي من ضمنها مثلا مادة السيفاتراكزون، ودي هنلاقيها في السيفاتراكزون حقن والزوراكزون حقن، وخد بالك إنهم بيكونوا كاتيجوري بي في الحمل. تالت حاجة وهي مادة الكليندامايسين، ودي بتكون آمنة خلال فترة الحمل، وهنلاقيها موجودة في الكليندام والدالاسين. رابع حاجة وهي مادة الأزيثرومايسين، ودي بتكون آمنة خلال فترة الحمل، وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الزيثرون والأزوروليد والزيثروماكس. ومن هنا خلينا بقى نعرف أدوية الضغط الآمنة خلال فترة الحمل. طبعا أكتر مادة آمنة بالنسبة للضغط هي مادة الميثايل دوبا، ودي بتكون موجودة في أصناف زي الألدوميد والإيبي دوبا والألفا دوبا. نروح بقى لأدوية السكر الآمنة خلال فترة الحمل. يعتبر أكتر حاجة آمنة في الحمل طبعا هي إبر الأنسولين بس، وصعب أصلا تلاقي دكتور نسا يكتب أقراص للسكر خلال فترة الحمل. في ملحوظة أخيرة حابب أنوه عنها، وهو إن في أدوية ممنوعة تماما خلال فترة الحمل، زي مثلا أدوية الديدان كاملة ممنوعة تماما خلال فترة الحمل. كمان أدوية الكوليسترول والدهون الثلاثية بتكون ممنوعة خلال الحمل، وبرضو أدوية الصداع النصفي واللي بتحتوي تحديدا على مادة الإرجوتامين، وطبعا الأدوية الهرمونية اللي بتحتوي على مادة الإستروجين أو الأكسيتوسين. كمان الفيتامين A ممنوع طبعا خصوصا الجرعات العالية منه، وكمان مادة الأيزوتريتينوين واللي بتكون موجودة في النتلوك أقراص والأيزوتريتينوين أقراص واللي بتستخدم لعلاج حب الشباب، وطبعا مادة الميزوبروستول واللي بتكون موجودة في الميزوتاك أقراص والسيتوتيك أقراص ممنوعة تماما لأنها بتعمل إجهاض. وأخيرا وليس آخرا مادة الوارفرين واللي بتكون موجودة في الماريفانا أقراص، ودي طبعا كونترا إنديكيتد تماما في الحمل. وبكده نكون عرضنا خلال الحلقة دي أهم الأدوية الآمنة خلال فترة الحمل، وكمان عرضنا الأدوية الممنوعة تماما في الحمل. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها لأن ده بيساهم في نشر الحلقة لأكبر عدد من الناس. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.